السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. من جملة المواقف اللي قابلها المسلمين أثناء فتح بيت المقدس هو موقف أرطبون حاكم الروم. الراجل ده كان عارف بصفات فاتح بيت المقدس ورفض إطلاقا إن هو يستسلم لعمرو بن العاص، بل إن هو اشترط إن هو مش هيسلم مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب بنفسه. الكلام ده أو الموقف ده كان بعد معركة أجنادين اللي خاضها عمرو بن العاص مع الروم في فلسطين بعد فتح دمشق. أجنادين هي مدينة في فلسطين بين الرملة وإلياء، مع العلم إن إلياء هي بيت المقدس حاليا. وده لما توجه عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب علشان يفتح بيت المقدس اللي كان تحت إيد جماعة من الروم. ومن هنا حصل موقف طريف جدا بين رسول عمرو بن العاص وأرطبون ملك الروم. الرسول بلغ الرسالة اللي كان مضمونها بيقول: أنت تعلم أني صاحب بيت المقدس، وهنا يقصد عمرو بن العاص نفسه. لكن رد أرطبون وقال إن هو مش هيفتح بيت المقدس، لكن اللي هيدخل بيت المقدس صفته مختلفة تماما عن عمرو بن العاص، وقال وقتها إن اسمه بيتكون من 3 حروف. ومن هنا فهم عمرو بن العاص إن أرطبون بيقصد الخليفة عمر بن الخطاب. أما بقى الأسباب اللي أدت لحدوث هذا الموقف مع أرطبون ملك الروم، بعد ما دارت معركة قوية جدا في أجنادين في فلسطين بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة أرطبون، ووقتها أرسل عمرو بن العاص رسول إلى أرطبون ملك الروم بيتكلم اللغة الرومانية علشان يبلغوا برسالة المسلمين اللي بتأمره بالاستسلام. ومن هنا أرسل عمر بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب وبلغه بأمر أرطبون، وبالفعل وصل عمر بن الخطاب لبيت المقدس وسلموا أرطبون مفاتيح بيت المقدس. لكن في رواية تانية بتقول إن أبو عبيدة هو اللي حاصر الروم في بيت المقدس، اللي رفضوا إن هم يستسلموا ليه إلا بعد قدوم عمر بن الخطاب. وبالفعل وصل عمر بن الخطاب لبيت المقدس وتم فتح بيت المقدس على أيدي المسلمين، وبكده يكون المسلمين حكموا أول القبلتين وثاني الحرمين بيت المقدس، وبكده أصبحت الشام كلها تحت حكم المسلمين. موقف عمرو بن العاص مع أرطبون ملك الروم ممكن يكون موقف غريب أو حتى طريف، لكن في الحقيقة بيحمل دروس مستفادة على المستوى الشخصي وكمان السياسي. فمثلا على المستوى الشخصي بيظهر قد إيه ذكاء عمرو بن العاص وفطنته في فهم رد عدو أرطبون ملك الروم. وبمجرد ما بلغ عمر بن الخطاب بمضمون الرسالة، ده كان بيظهر في حد ذاته قد إيه حرصه على حقن الدم. أما بقى وصول عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس بيظهر حرصه على حسم الموقف، وبكده يكون عمرو بن العاص قدم مصلحة الأمة على حساب مجده الشخصي بعد ما استخدم الخليفة عمر بن الخطاب اللي بحضوره حسم الأمر. ناهيك عن حاجة مهمة جدا، إن حرص أرطبون على تسليم مفاتيح بيت المقدس للخليفة عمر بن الخطاب بيظهر قد إيه ثقته في المسلمين اللي عرف عنهم تمسكهم بتعليم الإسلام الحنيف. أما بقى على وجه الخصوص بيعكس قد إيه ثقة أرطبون في الخليفة عمر بن الخطاب اللي وصل عدله لمسامع أعدائه. ده غير كمان إن عدل الخليفة عمر بن الخطاب ذكر في مصادر النصارى القديمة اللي ذكرت اسمه وأدلت بصفاته. وبكده نكون وصلنا للنهاية. نتمنى نكون سلطنا الضوء على بعض بلدان العالم الإسلامي اللي ممكن يكون كتير ما سمعش عنها.